هاي عاملين ايه؟ انا شروق جديده معاكم هنا. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم 5 اشياء لازم يكونوا موجودين اثناء المذاكره. اول حاجه لازم احضر ادواتي، اللي هو ممكن احضر النوتس لو في افكار ممكن اكتبها اثناء المذاكره. بحضر السكتش او الماده اللي انا هذاكرها، وبحضر الكتاب. بعد كده بحضر الاقلام والمسطره. بحضر مثلا قلم احمر او قلم اسود أو اي قلم عندي، عشان لو عوزتها اثناء المذاكره. بحضر استيكه او براية او لزق او اي شيء بيتعلق، او اي شيء هيتعلق مثلا اللي انا هستخدمه اثناء الكتابة. بعد كده بحضر المية عشان ما اجيش يعني بعد اثناء المذاكرة اقوم اجيب مية واروح ما ارجعش. بعد كده بحضر اي شيء منبه، وبحطها في الكاتل عشان مثلا بستخدمها اثناء المذاكرة ما اقومش اعمل اي حاجة، يعني دي مسلية ليا. بعد كده برضو بحضر لازم يكون في حاجة موجودة، ساعة أو اللي هو مؤقت ساعة عشان استخدمها، عشان اشوف الساعة بقت كام. وان شاء الله هقدم لكم حاجات كتير. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.